محمود ورط وتحمل وزغ توجيه وما كمل يا لفتك في ساعة أهل ما يزكي وما يزعل وتعلم على حول وصاله أهل أصحابه وجيرانه من صوته وبارونه إذا دعا الإخوان لا يحب في لحظة محمد ولا عمر عن ناس استقبل كلمة فيها بالفائل بيعمل واللي سالك والحق مرت وسلمى طلعت عامل لكن حروب التحرير واللي كثير وضل كثير من صغار المسؤول الخاص كان يدعم المساعدة الجهوية مسؤول عن التكوين النقابي والتخطيط المالي. اليوم الاتحاد الجهوي نظم تظاهرة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. التظاهرة هذه هي تدخل في سياق وفي إطار المؤتمر الدولي للتضامن التشاركي مع الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع النقابة العامة وبشراكة معها بالكامل. واليوم التظاهرة ضمنت وتشتمل على معرض صور ثم مداخلتين أخوة فلسطين من فلسطين، وكذلك على مداخلة الأخ رضا السويسي، وهذه كل تتنزل في إطار التفكير معناها بالقضية المركزية قضية العرب وقضية فلسطين. وكذلك معناها بالنسبة لنا الاتحاد الجهوي للشغل الشاخص عنده عادات وتقاليده في المسألة القومية وفي المسألة الوطنية. الذكريات هذه أنا لابد أن نحيي، هي كما ذكريات يوم الأرض اندلاع الثورة الفلسطينية، ذكرى استشهاد الزعيم والشهيد صدام حسين، وكذلك ذكرى معناها ثورة يوليو. هذه ذكريات معناها نستلهم منها الدروس والعبر، وخاصة معناها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو ذكر قضية مفصلية، قضية كل العرب، لأنه انطلاق اغتصاب كل فلسطين. تشوف التداعيات معناها على الوطن العربي. اليوم الوطن العربي في أسوأ حالاته، من تقسيم، من تهميش،
حتى الثورات اللي قامت ما كانتش ثورات ذات منحى وطني، كانت في بداياتها تدعو للحرية وللكرامة وإلى غير ذلك، لكن تدخل الأجنبي اليوم تدخل سافر اليوم ينسف الذاكرة العربية في علاقة بقضايانا القومية وقضايانا القطرية. والشعب التونسي راهو معناها حليف وداخل في تقاليده معناها دعم ومساندة غير معناها فهمني ولا مشروطة للشعب الفلسطيني. وتشوف معناها جلودنا في عام 1948 بعد خروج القرار تاع التقسيم، القرار جاي في 1947 واللي ثبت في 1977 جنودنا كانوا اول الوافدين في علاقه معناها في الدفاع على الارض والعرض وعلى فلسطين الحبيبه. دكتور عابد الزريعي مدير دراسات ارض فلسطين للتنميه والانتماء، التي تشكل جزءا من المؤتمر الدولي للتضامن الاداري الاشتراكي مع الشعب الفلسطيني. هذه التظاهره تندرج في سياق الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للتضامن النضالي التشاركي مع الشعب الفلسطيني. بدأت فعاليات هذه الدورة في تونس منذ يوم 27 نوفمبر، حيث تمت عديد النشاطات، وأخذنا قرارا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن تنتقل الفعاليات من تونس العاصمة إلى المدن التونسية المختلفة. لذلك كانت الشاطئ من خلال الاتحاد الدولي للشغل من السباقين الذين التحقوا بهذا المؤتمر ونظموا هذه الفعالية التي تأتي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. في دمشق لكن وقع تعطيلات، واليوم صراحة اللي مازال يتوهم ويقول هذه ثورة كرامة وإلى ما شابه ذلك، هذه ثورة الربيع العربي. هذه الثورة وقع تعطيلات على مستوى السلطات التونسية في تسليم التأشيرات، وخاصة أن أخياننا في فلسطين يحمل الجواز السوري، وهذا شرف بالنسبة لنا. لأن الجواز التونسي معناه ما يكونش هكا على الجواز، كان منه الرؤية الوحدوية واللي توحدنا في إطار جامع. رحم الأخ عادل الزوالي وموفقنا فيه. قلنا هذه صراحة شبرة وشبرات حبينا اليوم في مثل التظاهرات هذه، واحنا ذبنا في القطري، لكن ما احوجنا باش نرجع للسنوات اللي كانت سنوات مضيئه، واللي من خلالها 1991 يوم العدوان الغاشم على العراق استقصت بكل شبابها وشيوخها وكل طاقاتها في مناصره اخياننا في العراق، كذلك في الانتفاضات الفلسطينيه المتعاقبه، وكذلك اليوم ما يشهد معنا اخياننا في سوريا من مؤامره اطلسيه بانت المعالم متاعها في ليبيا. بالنسبه لنا التظاهره هذه تشتمل على مداخلات، واحنا حبينا من خلال المداخلات هذه ومن خلال التظاهره الجماعة. وهنا لماذا هذا الإرهاب بدأ منذ عملية إبادة الهنود الحمر في قارة أمريكا، تواصل فيما بعد مع إبادة الشعوب في المستعمرات، وتلك الرؤوس المقطوعة التي نراها اليوم بفعل داعش، نفس هذه الصور موجودة بالأسود والأبيض قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وقام بها الاستعمار البريطاني في أكثر من جزء من العالم. وبطبيعة الحال من وراء الإرهاب ما ذكرته من مجازر مرتكبة في حق شعبنا في فلسطين. إذن هذه المجازر كان دائما مصدرها ما نسميه في المصطلح العام الغرب. وهنا أريد أن أتعامل مع المسألة بتعامل إنشاء حضاري. لو قسمت العالم إلى 3 مراكز كبرى تأسست فيها جملة من الحضارات، الشرق الأقصى مثلا نجدها حضارات تركز على البعد الروحي أساسا، بينما في الوطن العربي
وتحديدا سوريا، العراق، مصر، فلسطين، هذه المنطقة شهدت كل الأنبياء والديانات، هذا في المستوى الديني. نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطان وكل العرب إخوان، وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح التعب مهابا في عباءته، وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجلي التمر من بغداد في سوريا، أمر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشيو إلى لبنان، وكنت أخبئ الألحان في صدري ووجداني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخوان. تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم، أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي في بغداد لي نخل، وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتاني وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وشيعي وكردي ودرزي وعلوي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل، ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، ونعبد نار خدمتنا وننتظر الغدا مخرج. أيا حكام أمتنا سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويعلن شعبنا العربي متحدا، فلا السودان محتل ولا السودان منقسم.